مصر فيها 6 مليون بائع متجول اللي هم موجودين في الشوارع. اللي رئيس الوزراء بيجري وراهم ووزير الداخليه بيجري وراهم ويجري النهارده وهو يمشي الناس تفرق تاني. مش كده؟ لو انا اوجدت اماكن للناس دي موجوده فيها مش هيجي يأجر المكان. مش هعمل بطاقه ضريبيه ليه؟ ادي 6 مليون بطاقه ضريبيه دخلوا الصبح. مش كده برضه؟ طيب لو كل واحد هيشغل عامل واحد بس، يعني هو واقف يبيع والولا واقف بره ينادي على البضاعه، في حاجه ثانيه؟ لا. ادي 12 مليون ملف تامين الصبحيه دخل. صح؟ يبقى انا اقدر احل. السؤال بقى الفكر موجود، عندي المقدره والرغبه في الحل، يسأر ان هو ده الكلام. يبقى انا اقدر ازود الايرادات بتاعتي. ادي لحضرتك حاجه ثانيه، مصر فيها وفقا للاحصائيه من الجمارك 5.5 مليون توك توك بيمشوا في البلد، نقول 5 مليون توك توك. صح؟ لو انا رخصت الواحد بس ال 5 مليون حضرتك، رخصتهم الواحد ب 100 جنيه، هاخد منه 100 جنيه وادي له رقم لكل واحده، مثلا مجلس مدينه طلخه واحد، مجلس مدينه امبابه واحد، اي حاجه. تمام. مش كده؟ 100 جنيه في ال 5 مليون حضرتك يبقى قد ايه؟ 500 مليون، يعني نص مليار جنيه. اخد منه كل يوم جنيه، يقوم منهم يدفع لي 8 زبون واحد عنده. يعني بيركب 20 زبون، انا ليا 8 زبون بجنيه عنده. مش كده؟ ادي 5 مليون جنيه كل يوم، يعني مليار ونص في السنه على الاقل. ما دي مش انا برضه اقدر اخد. كل الامثله دي محتاجه آلية جديده. ايه هي الآلية دي؟ الآلية بقى الضوابط بقى اللي بتحكم الموضوع ده وتفعيل دور الرقابه بشكل امثل. ما هو حضرتك تعرف كم الفساد يمكن قبل طبعا يعني خلال طبعا الفاصل كنا بندردش مع بعض، الدوله للاسف فيها كميه فساد كبيره. القوانين جدا بقى هنا تتعمل تعلو ولا يعلى عليها. يعني هدي لحضرتك مثل واحد بس. عندنا أعمدة الكهرباء اللي في الشوارع، أعمدة النور اللي في الشارع، سيبك بقى من إنها بتتولع الصبح وتطفي بالليل، ده كلام ماشي. أعمدة النور بإعلانات الأول دور اللي موجودة باللي بيتسرق من البياعين السريحة من النور دولت، يمثل من 22 ل 25% من حجم الكهرباء اللي هي الدولة بتنتجها. تمام. طب أنا عاوز أخلص الليلة دي، هطفي الأعمدة كلها؟ لا طبعا. الحرمية هتزيد. هطفي الإعلانات؟ ما أقدرش أعمل كده. أقول له نحولها للطاقة الشمسية. هيقول طب عاوزين فلوس يا صلاح، أنت بتقول كلام فارغ. نقول له يا بيه ما هنديك الفلوس وأنت قاعد من غير ما الدولة تطلع مليم. لو جينا على كل شارع كل مجموعة أعمدة 1000 عمود لشركة من شركات الإعلانات لمدة 5 سنين مجانا. أدي يا عم الأعمدة دي تعلق عليها وش وضهر 5 سنين مجانا. تحولها لي خلال 45 يوم للعمل بالطاقة الشمسية. هتقول طب أنا أعملها؟ لا، ده أنا هجيب لك شركة متخصصة اللي هي شركة القوات المسلحة بتاعت البصريات. شركة منضبطة عندها الكلام ده، شغالة فيه، عاملة في القوات المسلحة الليلة دي. مش انا وفرت كده 22% من الطاقه المهدره؟ اكيد. مش كده برضه؟ صح. مش يبقى انا كاني كابوس الطاقه الكهربائيه ده يتحل في ثانيه.